يا مساء الفل على الحلوين. حذروا فزروا، العلبه دي فيها ايه؟ فيها ايه؟ فيها ايه؟ فيها اكل. طالما انا واقفه في المطبخ في الحته دي يبقى فيها اكل. على فكره هي باينه من فوق بس مش باينه قوي ايه اللي جواها. طب يلا نشوف. يلا بينا. عملت امبارح اختراع كده، قلت اجرب هيبقى ايه ولا يعني ايه الدنيا. الحمد لله ربنا كرم وظبط. المره الجايه هعمل لكم بافتكاسه احلى، بس المره دي كده ايه. تعالوا نشوف الطريقه والحركات والحاجات. اوبا. ده ايه بقى؟ اوبا. ده دونتس ده بقى. دونتس. دونتس محشي بقى من جوه بقى بالكريمه والحاجات. عاملاه في البيت. عاملاه في البيت وحياة ربنا. بصوا بص الجمال. الله. بص الجمال. الله. حاشيه من جوه شوكولاته. بص بص طري ازاي الشوكولاته باظت. وطبعا في دلوقتي تجمهر مستنيين الدونتس يعني. ده انا عايز اقولك من بالليل. ومش شارب زيت خالص. عايزه اقول لكم ده كده بعد ما بات يوم في التلاجة، يعني حتى بعد ما بات والله ما نشفش خالص. عايزين طبعا نحطه، وهو الطبيعي يعني ان احنا نحطه دقيقه في الميكرويف، لكن عايزين ناكله ساقع اهو. اهو بصوا الجمال. ما تشوف لنا واحده بقى، انت حاسه ايه؟ شوكولاته بس ولا شوكولاته وحاجه تانية؟ شوكولاته وفراوله. ورينا الفراوله كده. بص بص يا جماعه. احمد كان انا عشان مقلي في الزيت يكون شايب زيت، لكن اطلاقا. بص الفراوله. الله. ده صوص فراوله مع كريم شانتيه، عملته زي موس فراوله كده. طلع بالشكل ده. طبعا يسخنوا دقيقه في الميكرويف هيطلع احلى، يعني هيرجع كانك لسه مطلعه حالا من الزيت. خلي بالك ان في ناس بتحبه ساقع. وفي ناس بتحبه ساقع، انا نفسي بحبه ساقع يعني. وانا بحبه ساقع جدا. اه. حشيناه بقى بالشكل ده. المره الجايه انا هعمل لكم طريقه للدونتس وفيديو للدونتس، بافتكاساتي بقى وحركاتي انا، يعني بالتاتشات بتاعتي. انا فعلا كنت خايف من موضوع الزيت بس خفيف جدا والله، خفيف جدا. يعني ما لما دقته طلع خفيف جدا وطعمه جميل جدا جدا. عملت المره دي حشيه من جوه. المره الجايه هعمل لكم محشي برده من جوه واللي هو مفتوح كده من النص زي الكحكه. وهعمله لكم بالشوكولاته من فوق وبالشوكولاته من جوه. المره الجايه هدلعه لكم يعني. المره دي بس انا كان فيديو تجريبي، قلت اشوف نفسي هبقى عامله ايه في بس الموضوع انا الدونتس يعني. طلبت منها، قلت لها احنا عايزين بقى نجيب من دانكن دونتس، قلت له ليه؟ هجيب لك دانكن لحد عندك. هي عملت لي دونتس بس ما جابتش دانكن. بس طلع تحفه الصراحه. والله العظيم طعمه تحفه جدا جدا. اللي عايز المقادير والطريقه يقوله لي، وانا ان شاء الله هصوره لكم فيديو كامل عن طريقه عمل الدونتس المحشي واللي فوقيه سبرينجلز وشوكولاته وصوص وحاجات من دي. وخلي بالكم ان الشوكولاته معموله في البيت برضو. نزلت لكم الفيديو. نزلته ولا لسه؟ لسه ما نزلناهوش، تمام. هنزله. بصوص الشوكولاته معموله في البيت، يعني الشوكولاته اللي هي دي كده اهي، اللي هي دي شوكولاته معموله في البيت. صوص الشوكولاته عملته انا في البيت. لسه هنزل لكم الفيديو. بصوا عامله ازاي. طبعا عشان ما اجيبهاش من بره غاليه، يعني انا عملت الشوكولاته في البيت والدونتس في البيت، كل حاجه في البيت. ناقص اجيب الناس اللي بتاكل بره تقعد في البيت. لا، ما هو الفتره اللي جايه كل حاجه تبقى في البيت. هي ناقص بس الناس اللي بره دي يقعدوا في البيت، تبقى كده زي الفل يعني خلاص. فجربوا. جربوا يعني. ما قلتش الطريقه اصلا. انا ان شاء الله هعمل لكم الطريقه وهصورها لكم. بس الطريقه دي فعلا حلوه قوي 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 وصحيه، والزيت مقلي يعني مقليه في الزيت في البيت. هعمل لكم ان شاء الله المره الجايه دونتس بافتكاسات بقى تانية جديده. انا قلت اجرب بس المره دي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لو عملتوا سبسكرايب للقناه هعمل لكم الفيديو، لو ما عملتلوش برضه هعمل لكم الفيديو. احبكم جدا جدا جدا. ما تنسوش تعملوا لايك وفولو وسبسكرايب للقناه بتاعتنا على اليوتيوب. انا والافندي. بحبكم جدا جدا جدا. باي باي.